سنتيم، عطالو ما يفوق 20 مليون سنتيم باش نكونوا. هذا شغل انا بالنسبه لي تفهموا باللي كان، انا نحس باللي كان تواطؤ على الاداره تاعنا من قبل. يعني باش تشوف يكون رئيس من قبل تاع شباب الوزداد فريق اللي نحبوه ويقولوا نحبوه، ما يعطيكش حقوق، يقول لك ما نعطيلكش، ولما يجي رئيس اخر يعطي له. احنا كنا رغم اننا كنا طالبين 15 مليون سنتيم فقط، لكن لما جا هو دا 25 مليون سنتيم. لعبنا على ان تيتر، وانا نتاسف لما العام الاولاني لعبنا مع سطيف سيتي لو جور، لو كان ربحنا الماتش هذاك كنا 90% نمشوا في الشامبيون ندوها. لكن للاسف واحد من المسيرين كبار القدامى ورئيس قديم شباب الوزداد، نقول واش قال لي صراحه امام الجامعه امام الناس، قالها لي قدام في استاد تاع 20 اوت، كان تما كان مسؤول في الرابطه. تعرفوا واش قال لي؟ قال لي ما تكسرش راسك، سطيف يدي شامبيون. لكن للاسف كانت الناس بزاف ريبتنا، والدليل على ذلك نزيد نعاودها لكم. انا لما خدمت في شباب الوزداد من 2013 حتى ل 2016 رحت ديت 2 بينات.